ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض المسقعه البلدي اللي بتتعمل في المطاعم. هعملها لكم بطريقه حلوه قوي، وهعمل لكم كمان حاجات تانية جنبها. خليكم معايا لاخر الفيديو، ويا ريت اللي لسه ما اشتركش في قناتي يشرفني ويشترك في القناه. ويا ريت يا حبايبي وانتوا بتتفرجوا على الفيديو تضغطوا لايك علشان ترفعوا لي من نسبة المشاهدات، وادعوا لي الفترة الجاية ان اقدر احقق شروط التفعيل الخاصة بالقناة. ودلوقتي هنشوف مع بعض المكونات الخاصة بالمسقعة. عندنا بتنجان متقطع مكعبات، بطاطس متقطعة مكعبات، عندنا كمان فلفل اخضر، وعندنا فلفل حار، ده حاجة حسب الرغبة، بس دي اكتر حاجة يا جماعة بتخلي المسقعة بيبقى طعمها لذيذ ومميز جدا. عندنا كمان طماطم متقطعة مكعبات صغيرة، عندنا معلقتين كبار من الخل، وهنستخدم كزبرة وفلفل اسود وملح. محتاجين كمان 2 معلقة كبيرة من الصلصة، انا مش موجودة قدامي دلوقتي وانا بصور، بس انا بعت بنوتي علشان تشتريلي. ودلوقتي ابتدينا نقلي البطاطس، هنخليها لغاية ما لونها يبدأ يصفر. لونها أول ما يبقى دهبي كده هنطلعها على ورق تنشيف أو مناديل مطبخ. خلاص كده البطاطس هطلعها، لونها زي ما انتوا شايفين اتغير معايا. بمجرد ما اطلع البطاطس هنزل على طول مكعبات البتنجان، وأول ما لونها يحمر هبتدي اطلعها. هو ده اللون اللي أنا محتاجاه. دلوقتي هبدأ أنزل بالفلفل، الفلفل الأخضر الرومي، وكمان الفلفل الحار. بس يا جماعة في ملحوظة مهمة، يا ريت لما ننزل قرون الفلفل نعمل فيها فتحات بالسكين علشان خاطر ما تعملش مشكلة وتنفجر في وشنا. كل الحاجات اللي قليناها في الزيت لازم نصفيها كويس ونحطها على ورق تنشيف علشان نخفف على قد ما نقدر من كمية الزيوت اللي شربتها الحاجات دي. ودلوقتي هنطلع الفلفل ونبتدي نشوف هنكمل ازاي المسقعة بتاعتنا. دلوقتي هنحط الثوم المفروم على النار في حبة من الزيت، ونبتدي نشوح. عاوزين لونه يبقى أصفر ذهبي. أول ما حصلنا على اللون المطلوب، اللون ده اللي انتوا شايفينه معايا، هجيب الخل وابتدي أضيفه. الريحة يا جماعة ما شاء الله ريحتها جميلة، ريحة الطشة جميلة جدا. دلوقتي هنجيب مكعبات الطماطم وهنضيفها. هنضيف كمان الكزبرة الناشفة، الفلفل الأسود والملح. هضيف كمان كيس من الصلصة. الصلصة بتعزز من طعم الطماطم وهتخلي المسقعة طعمها أحلى. المسقعة اللي بعملها معاكم دلوقتي تتقدم في المطاعم، طريقة سهلة والطعم بتاعها مميز جدا. وأنا عملت معاكم المسقعة بطريقة مختلفة، عملتها معاكم في الفرن. هسيب لكم الرابط تحت في صندوق الوصف لو حابين تشوفوا الطريقة. ولو سألتوني أنا بحب أي طريقة أكتر، أنا دايما بجرب الاتنين، والاتنين بالنسبة لي أحلى من بعض. الطريقة دي اللي أنا بعملها أفضل طبعا وأسهل لأني مش بستخدم الفرن، وكمان طريقة سريعة ومنجزة لو عاوزين تخلصوا حاجة بسرعة. زي ما انتوا شايفين معايا الصلصة خلاص اتسبكت. دلوقتي هضيف البتنجان والفلفل والبطاطس، حط كل الخضار اللي أنا قليتها. زي ما انتوا شايفين يا جماعة الألوان ما شاء الله، الألوان مشهية جدا. هنقلب الخضار، بس يا ريت واحنا بنقلبها نقلبها بشويش، مش عايزين حاجة تتكسر معانا. زي ما انتوا شايفيني بجيب الصلصة من تحت كده واوزعها علشان مش عايزة حاجة تتهري او تتكسر معايا. هنسيب الخضار كده تاخد من طعم التسبيكة اللي انا عملتها، هي مش تاخد وقت كبير علشان الخضار مستوية، الصلصة كمان متسبكة ومستوية. هنسيبها حاجة بسيطة وبعدين هنرجع لها. دلوقتي هنجهز الحاجات التانية اللي هنقدمها جنب المسقعة. طبعا لو عاملين كمية كبيرة من المسقعة بتاعت النهاردة
صدقوني مش هتبقوا محتاجين اكتر من شوية عيش جنبها مع حبة مخلل، وخلاص كده هيبقى احلى غدا. لكن انا عملت كمية صغيرة علشان كده هعمل حاجات تانية جنبها. قطعت شوية بطاطس وحمرتهم في الزيت. اول ما ياخدوا اللون الذهبي الجميل هبتدي اطلعهم. وكان عندي عجينة طعمية في التلاجة، طلعتها قبل ما استخدمها. وزي ما انتوا شايفين بحب دايما احتفظ بيها بالشكل ده. الشكل ده مش بياخد حيز كبير في الفريزر، وبشتري كمية كبيرة واشيلها واحطها بنفس الشكل علشان اخلي عجينة الطعمية طعمها يبقى زي اللي لسه مشترينها على طول. هحط حبة مية بسيطة وابتدي اقلب كده جامد زي ما انتوا شايفين. نضرب العجينة كويس. ضرب العجينة بالشكل ده هيخلينا مش محتاجين بيكنج صودا او بيكنج باودر او اي حاجة علشان تنفخ العجينة. الضرب المستمر هيخلي الهواء يدخل فيها، ولما نقليها تبقى هشة وجميلة. دلوقتي هاخد العجينة وابتدي اقليها في الزيت. الزيت ده اللي انا قليت فيه البطاطس، واتابعها دايما واقلبها باستمرار. الكمية اللي انتوا شايفينها دي ما شاء الله هي اللي طلعت من الكيس اللي كنتوا شايفينه. الطعمية من الحاجات اللي لازم تتقلب باستمرار. اول ما نلاقي حاجة استوت زي كده نبتدي نطلعها ونتابع الباقي في التسوية. وده شكل الطعمية بعد ما طلعناها. ما شاء الله لونها جميل وكمان هشة وخفيفة. ودلوقتي هنجهز الفول. الفول ده احنا مدمسينه في البيت زي ما انتوا شايفين لونه فاتح وجميل. انا هعمله بطريقة بسيطة جدا، مش محتاجة اعمله بصل او طماطم او اي حاجة علشان انا عندي المسقعة والحاجات الباقية كفاية. حطيت له ملح وعصير ليمون ورشة كمون، وكده خلاص الطبق جاهز معايا. انا عملت لكم في القناة اكتر من طريقة لعمل الفول، طرق روعة وكلها احلى من بعض. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف، ياريت تدخلوا عليه وتشوفوه. ودلوقتي نشوف المسقعة. خلاص كده جاهزة معانا. الخضار اتشربت من طعم الصلصة وشكلها ما شاء الله جميل جدا، والريحة مش قادرة اوصف لكم قد ايه حاجة روعة. ريحة التوم مع الخل مع الحاجات المتسبكة طلع لنا في الاخر حاجة عظمة. دلوقتي هطفي النار وهروح علشان اقدم لكم احلى غدا. زي ما انتوا شايفين معايا حطينا الفول والبطاطس والطعمية والمسقعة الجميلة بتاعتنا. قطعنا كمان شرايح من الخيار والطماطم. عندنا مخلل الليمون اللي عاملينه في البيت. قطعنا كمان بصل وحطينا عليه ملح وخل. غسلنا كمان شوية جرجير وحطيناهم مع الأكل الجميل ده. وبكده خلاص الغدا بتاعنا النهاردة جاهز. قدموا دايما الأكل بشكل جميل، ولازم تبقوا عارفين إن العين بتاكل الأول. أتمنى يكون فيديو النهاردة نال إعجابكم. ياريت كل اللي شاف الفيديو يعمل لي لايك. مستنية تعليقاتكم الحلوة اللي بتديني دايما حافز إني أكمل. مع السلامة يا حبايبي، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد.